اللينوفو ليجن جو جهاز مميز جدا في كل حاجة، بداية من الديزاين لحد الاو اس، وانا بستخدم الجهاز من وقت كبير من اول ما تم اصداره تقريبا. وفي الفيديو ده هنتكلم عن الحاجات اللي لازم تعملها بمجرد ما تحصل على الجهاز، وكمان معلومات واختصارات مهمة جدا عشان تاخد افضل تجربة. اهلا بيكم. خلينا كده نبدأ باول حاجة، وهي اهم نقطة لازم تعملها بمجرد ما انت تفتح الجهاز بتاعك. اول ما انت تفتح الجهاز وتعمل سيت اب للويندوز نفسه، اول حاجة هتروح تعملها هي انك هتروح على السيتنجز نفسها، وبعد كده هتروح للويندوز ابديت وتعمل تشيك فور ابديت. دي اول نقطه لازم تعملها اول ما تجيب اي ويندوز سيستم او اي لابتوب، ومش لازم يكون جهاز هاند هيلد، وتستناه لما يعمل كل الابديتس الموجوده. اما بالنسبه للليجن جو بالتحديد، فانت عندك الاكشن منيو الموجوده اللي تقدر توصلك بشكل سهل جدا للابديت سنتر، لان على اختلاف الموجود في الار او جي ال اي انك تقدر تعمل ابديت من ماي ايسيس دايركت، انما الموضوع هنا مختلف. لازم تدخل على الويب سايت نفسه بتاع لينوفو وتنزل الابديتس. وعشان توصل باسهل طريقه من غير ما تفتح اي براوزرز او اي حاجه، بتروح على طول للاكشن سنتر نفسها، وبعد كده بتروح لعلامه الاستفهام الموجوده هنا وتروح للاونلاين سبورت. ولما تروح للاونلاين سبورت هتلاقي في عندك داتا سنتر وبي سيز وسمارت فونز. اللي يخصنا هنا البي سي، فلما تختار البي سي هتعمل ديتكت البرودكت بتاعك. هيعمل ديتكت البرودكت بتاعك عن طريق حاجه اسمها اللينوفو بريدج. اللينوفو بريدج ده لو مش موجود عندك على الجهاز هيديلك نوتيفيكيشن بان انت تقدر تنزل البرنامج نفسه على الجهاز، وتقدر تحمله وتعمله انستليشن عادي جدا زي اي برنامج. طبعا الفكره في اللينوفو بريدج ده ان هو يعمل ديتكت من خلال السوفت وير نفسه، ومن خلاله بيعرف السيريال نمبر ويعرف ان ده الجهاز بتاعك، لان طبعا كل جهاز ليه سيريال نمبر. وهنا هيبين لك الضمان بتاعك الموجود. يعني انا هنا عندي فاضل 11 شهر من طبعا وقت استخدامي للجهاز، وكمان بعض المنيوز هنا، ولكن اللي يهمنا هو الدرايفرز اند سوفت ويرز. لما تروح لها يجيب لك 3 اوبشنز، هتختار منها المانيوال ابديت، وهنا هتلاقي كل الدرايفرز والسوفت ويرز اللي انت محتاج تعمل لهم ابديت. طبعا هتروح على كل واحد منهم زي الاوديو هنا وتعمل له داونلود، وهيعمل داونلود معاك. هتعمل له سيت اب زي اي برنامج، وبعد كده هيكون ابديتد خلاص. كذلك كمان لو رحت للبايس اللي هو يمكن اهم ابديت، هيوريك هنا تاريخ اخر فيرجن موجوده. كمان من الابديتس المهمه جدا اللي لازم تعملها هي الجرافيك كارد نفسه او الجي بي يو. وطبعا احنا عارفين ان الجهاز باورد باي اي ام دي زد 1 اكستريم، والابديت ده مهم جدا ان انت تعمل له داونلود وتعمل له سيت اب عندك. وطبعا لما انت تعمل ريجستر عن طريق الايميل بتاعك، هيوصل لك نوتيفيكيشن على اي ابديتس جديده تنزلها لينوفو في الويب سايت بتاعها. كذلك لو عندك اي اجهزه ثانيه من لينوفو هتلاقيها برده موجوده في نفس الويب سايت ده. بعد ما تخلص كل الابديتس بتاعتك، دلوقتي تقدر ان انت تبتدي تحمل الجيمز بتاعتك وتلعبها عادي. ولكن في نقطه افضل ان انت تظبطها قبل ما تلعب الجيمز بتاعتك، وهي انك تعمل ابجريد للفيرام نفسها. الفيرام الموجوده هنا بتوصل ل 8 جيجا بايت، ولكن الجهاز نفسه بيجي باي ديفولت ب 3 جيجا بايت بس للفيرام، والفيرام دي هي المسؤوله عن الجي بي يو نفسه. فعشان ان انت تقدر تاخد برفورمانس اعلى في الجيمز بالذات اللي هي المودرن جيمز، لازم تكون مزود الفيرامز بتاعتك للماكسيمم، عشان كمان السيستم ياخد راحه اكبر في تشغيل الجيمز، وكمان الجرافيكس والفريمز هتكون افضل معاك. وعشان تعمل كده لازم تعمل شوت داون الاول للينوفو بتاعك، وبعد كده هتعمل هولد لزرارين الفوليوم اب وداون، وبعد كده الباور نفسه، وهتعمل هولد الاثنين مع بعض لحد ما يفتح معاك البايوس بيج اللي زي كده. وهنا تقدر تستخدم التاتش بدل ما تستخدم الكنترولرز. وهتروح هنا على بايوس سيت اب، وبعد ما تدخل على البايوس سيت اب هتروح هنا لمور سيتنجز، وبعد كده هتروح لكونفيجريشن. من كونفيجريشن هنا هتروح لليو ام اي فريم بافر اللي هي اللي احنا محتاجين نغيرها. وزي ما انتم شايفين انا عاملها سيت ل 6 جيجا، فانت تقدر تغيرها هنا ل 8 جيجا رام، وهي زي ما قلنا باي ديفولت بيكون على 3 جيجا رام لو انت دخلت لاول مره. لما تختار 8 جيجا رام هتروح هنا على اكزيت، وبعد كده هتختار اكزيت سيفنج تشينجز، وبعد كده هتدوس يس. بعد كده الليجن جو هيعمل ريستارت وهيفتح معاك عادي جدا. طبعا النقطه دي زي ما قلت هي للجيمز المودرن اللي بتحتاج جرافيكس عاليه جدا، زي في جيم زي سايبر بانك وراتشت اند كلانك بيحتاجوا جرافيكس اعلى وبيحتاجوا في رامز كبيره. فبعد لما انت تظبط الفي رامز دي هتلاقي الجيمز دي بالاخص هتشتغل بشكل كويس جدا. ولكن في نقطه هنا لازم تاخد بالك منها، في ان لما انت تزود الفي رامز نفسها البرفورمانس بتاع الرامات ممكن يقل بشكل طفيف قوي، ولكن مش هيأثر على البرفورمانس. بس لو انت بتستخدم الجهاز بتاعك لاغراض تانية زي ان انت تستخدمه للشغل او للديلي تاسك او حتى للجيمز الخفيفه اللي مش بتحتاج جرافيكس عالي، تقدر تخليها على 3 او 4 او 6 في رام.
قبل ما نكمل الخطوات نفسها خليني اقول لك حاجه على الهاردوير مهمه جدا، هي انك طبعا الجهاز اول ما تشتريه لازم تجيب له سكرين بروتكتور وكمان سكين، بس السكين مش هتكون باهميه السكرين بروتكتور لان السكرين هنا اهم حاجه موجوده في الجهاز زي ما انتم عارفين. وفي اوبشنز كتير موجوده من اول دي براند اللي هي بعتبرها اكبر شركه بتعمل سكينز وكمان سكرين بروتكتورز لحد الشركات الموجوده على امازون وعلى علي اكسبريس، ولكن الاهم انك تركب السكرين بروتكتور. وبرضه زي ما انتم عارفين ان الليجن جو بيجي بنسختين، نسخه ال 512 جيجا والنسخه الثانيه بتكون 1 تيرا. انا جبت النسخه ال 1 تيرا عشان ما اضطرش ان انا اعمل ابجريد للاس اس دي الداخلي بتاعه، وانا دايما برجح انك تاخد اعلى ستورج موجوده من الشركه نفسها، وما دام الشركه مقدمه النسخ دي فانت خد الاعلى عشان بعد كده هتحتاج فعلا المساحه دي. وكمان زي ما انتم عارفين الاكزوست بعيد عن الاس دي كارد نفسه، فهو مش هيحصل له اي مشاكل زي اللي حصلت في الايسوس ار او جي ال اي، وعشان كده انا ضفت مايكرو اس اس دي كارد بسعه 512 جيجا، والنوع ده هو النوع المناسب اللي انت تقدر تشتريه بالذات مع اجهزه زي دي، لان الريد والرايت بيكون فيه عالي جدا، وانت هتحتاج ده سواء في الداونلود او في الريد نفسه على الجهاز. والاس اس دي كارد ده بيشتغل بشكل ممتاز، وانا منزل عليه الديد ايلاند 2 وكمان الريد ديد ريدمشن 2 وشغال بشكل ممتاز جدا بدون اي مشاكل. وكده انا عندي 1500 جيجا تقريبا، فده اكتر من كافي بالنسبه لي. طيب بما اننا بنتكلم عن هاردوير، فزي ما انتم عارفين ان في سماعتين موجوده هنا في الجهاز من فوق، والسماعات بصراحه صوتها وحش جدا، ولكن انا لقيت حل في ان انت تقدر تعمله وكويس جدا. طبعا الشركه بتنصح ان انت تقدر تظبط الريلاتيك اوديو نفسه او كارت الصوت بان انت تشغل اومني سبيكرز وتظبطه كله على الكاستم مود وتعمل له سيف، بس الطريقه اللي انا عاملها دي مش هتاثر في اي حاجه. اللي هيأثر معاك برنامج زي اف اكس ساوند. اف اكس ساوند اول ما تنزله وتعمل له اون بالشكل ده هيخلي لك الصوت عالي جدا وكلير جدا كمان. هو بيشتغل طبعا على السوفت وير ولكن بدي الماكسيمم اوتبوت للسماعات نفسها، فانا بفضل انك تنزل البرنامج ده عشان تاخد افضل صوت موجود على الجهاز. طيب دلوقتي احنا عارفين ان الجهاز نفسه فيه تاتش باد، هي التاتش باد كويسه واستجابتها كويسه جدا، ولكن فكره ان انت تضغط عليها كده عشان تعمل كليك يمين والهابتكس الموجوده فيها ممكن تكون ضعيفه الى حد ما، مش زي الموجوده مثلا في الستيم ديك، فعشان كده في اوبشن تاني هيسهل عليك موضوع النافيجيشن والرايت كليك والليفت كليك. وعشان تقدر تفعل حاجه زي كده هتروح على الستيم. الستيم طبعا اكيد انتوا كلكم بتستخدموه، ولو مش بتستخدمه اعملوا داونلود عادي جدا. ودلوقتي عايزين نظبط التريجرز الموجوده ورا هنا ان انت تقدر تستخدمهم از رايت كليك وليفت كليك، فانت هتروح للسيتنجز ومنها ليه كنترولرز، وبعد كده هتختار انك تعمل انيبل للستيم انبوت فور اكس بوكس كنترولر. وبعد كده لما تروح للديسكتوب لاي اوت وتعمل له اديت هيوديك على البيج دي. لما تضغط على الكونفيجريشنز نفسها هتلاقي هنا عمل لك بشكل اوتوماتيك ان الرايت كليك ماوس هتتعمل على الليفت تريجر والليفت كليك ماوس هتتعمل على الرايت تريجر. بعد كده لما تدوس ابلاي لاي اوت وتعمل باك هتقدر ان انت دلوقتي تستخدمه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده بدون ما انت تضغط على التاتش باد نفسها. تقدر تقفل عن طريق كده وتقدر تستخدم المنيو هنا على اساس ان هي رايت كليك، ودي يمكن حاجه بسيطه جدا ولكن هتفرق معاك قوي وانت بتعمل نافيجيشن بالذات في الهاند هيلد مود. والميزه اللي دايما بتكلم عنها واللي بالنسبه لي مفيده جدا في بعض الاحيان ان انت تقدر تستخدمه از تابلت. كل اللي هتعمله ان انت تعمل دي اتاتش للكنترولرز، وبالشكل ده انت هيكون عندك تابلت تقدر تستخدمه في كل حاجه. وكمان مش اي تابلت عادي، الشاشه دي مميزه جدا لحاجتين، لان هي بتستخدم ال 2K ريزولوشن فدقه الصوره نفسها هتكون ممتازه، وفعلا السكرين سموث جدا وتقدر انت تستخدمها في اي استخدام بالذات لو انت بتشوف عليها فيديوهات. كمان حتى لو انت بتستخدم الجهاز للقراءه نفسها هتلاقيها عملي جدا وتكست نفسها هتكون واضحه ليك، ولكن لو انت هتستخدم الجهاز ده كتابلت بس فده طبعا مش هيكون الجهاز المناسب ليك. انا يمكن هنا بستخدم البينتر بس كمثال، ولكن الجهاز يقدر يشغل برامج تانية كتير تقدر ان انت تستخدمها زي الاوفيس 365، او ان انت تستخدمه في ان انت تعمل اديت للكونتنت بتاعتك سواء كانت صور او جرافيكس او حتى فيديو اديتنج على برامج زي دافينشي كود مثلا. الليجن جو جهاز تقدر تستخدمه بالطريقه اللي تحبها، وفعلا جهاز قوي جدا ومميز في وسط كل الاجهزه الموجوده. خلونا نعرف في الكومنتس ايه المزايا اللي تحب تكون موجوده في الجهاز القادم من لينوفو، وايه المفروض اللي يتطور في النسخه الجديده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.